السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين. يلا بينا يا ست الكل النهاردة نرجع للزمن الجميل ونقلي السمك زي ما كانت الوالدة الله يرحمها بتقليه. وطبعا ربنا يدي الصحة يا رب للي عايشين. أجمل أكل وأحسن أكل كان أكلهم هم، والحمد لله علمونا كده علشان ننفع في بيوتنا. يلا بينا نبدأ ونقول على بركة الله. لا كانوا بيستخدموا كبة ولا كانوا بيشقوا السمك، ومع ذلك ما شاء الله كان اكلهم والله يعني كده ريحته بتسمع اخر الشارع. يلا بينا نبدا ونقول على بركه الله. عندنا السمك زي ما انت شايفاه متنضف، مش هشقه. عندي هنا الثوم بتاعنا اهو، نص راس ثوم، كمان قرن فلفل سبايسي، وده قرن فلفل احمر. انا صراحه ده مش سبايسي علشان ده سبايسي، ده فلفل احمر عادي خالص مش حراق. خلاص التتبيله بتاعتي عباره عن ايه؟ عن معلقه ملح صغيره، معلقه كمون، لان السمك روحه في حاجتين، الثوم والكمون. ومين معايا يقول لي كده لو عارف مين كان بيحط نص معلقه فلفل اسمر كده في دقه السمك؟ الشاطر يقول كده مين اللي كان بيحطها، علشان بتخلي السمكية المقلية حاجة تانية. يلا بينا نبدأ ونقول على بركة الله ونشوف هنرجع بالزمن الجميل ازاي. يلا بسم الله. ومحدش يتكلم على الهون ده، انا اللي متجوزة بيه، ده في جهازي، جايباه في جهازي. بسم الله كده ننزل بالثوم والفلفل. والله بصي، عارفة الحاجة لما بتدقيها في الهون وما بتعمليهاش في الكبة بيبقى طعمها حلو جدا. يلا يا ست الكل كله مع بعضه كده، وتعالي ندقهم دقه كويسه جدا. معلومه بسيطه، حطي الملح في الهون علشان مش بيخلي الحاجه تتنطر بره. ساعات كده لما بتقعدي تدقي فلفل ولا حاجه بيطرطش عليكي طبعا وانتي بتدقيه، لا لما تحطي الملح مفيش حاجه هتتنطر منه بره. المفروض كنت ابدا بتمليح السمك. طبعا احنا هنا خلصنا الدقه بتاعتنا. حطيت كده مع يعني 3/4 معلقه ملح. يا جماعه لازم نتاكد ان السمك متملح كويس عشان ناكل سمكيه مقليه طعمها حلو. مالكيش دعوه طبعا بالملح اللي احنا حطيناه في الدقه، ده حاجه وده حاجه تانية. وكمان نص معلقه كمون. احنا شغالين في الزمن الجميل دلوقتي، هنعمل ايه؟ هننطق السمك كده. هما زمان لما كانوا بيقلبوا السمك كانوا بيقولوا عليه هننطق السمك كده، عشان احنا دلوقتي في الزمن الجميل اللي يا ريت ويا ريت ويرجع. نسكت على كده ابدا، ناخد شويه من الدقه الحلوين دول اللي احنا عاملينها ونقلب برضو ننطق السمك تاني. كانوا بيعملوا ايه كمان؟ كانوا بيجيبوا الدقه كده اللي احنا دقيناها ويحشوا قلب السمك. وكمان زمان كانوا بينضفوا السمك في البيت، ده دلوقتي بس احنا اللي بنستسهل. كل حاجه جميله كانوا بيعملوها طبعا. ما كانش فيه الاول اصلا البياعين السمك تنظف السمك عندها. دلوقتي البياعين بتنضفه طبعا بالفلوس. كانوا بقى يحشوا قلب السمك كده وتسيبه بقى، خلاص هي تبلته وحشت القلب، تسيبه ياخد ويدي بشكل ودي كده. اقل واجب ساعة، ساعة ونص. انتي بقى وانتي طبعا عايزة تعملي الغدا، لو مش مستعجلة عليه سيبيه. طب لو مش مثلا مستعجلة عليه، اقل واجب يا ست كل السمك يتساب في تتبيلته ساعة. خلاص جبنا بقى نص كوبايه دقيق عشان صغيره كمان، عشان هما طبعا السمك كيلو مش هياخد اكتر من كده، حرام عشان ما نرميش حاجه. مسكت السمكيه كده نطرتها نطره خفيفه كده، بس حاجه بسيطه بحيث بس لو فيها حته فلفل ولا حاجه تنزل. انا بقولك اهو تبليه، لكن ما تقليش بالفلفل علشان السمك ما يحرقش منك. الدقيق ابيض ما فيهوش اي حاجه، احنا تبلنا بما فيه الكفايه. وكل ما سبتي في التتبيله كل ما كانت النتيجة معاكي احسن. بنعمل ايه بقى كده؟ نكبس كده الدقيق، ولا هنبل مية ولا اي حاجة. احنا النهاردة قلنا احنا فين؟ في الزمن الجميل. رحنا على البوتاجاز، والله ما في صراحة اكتر من كده. جبنا طاسة البطاطس اللي احنا قالين فيها مرتين علشان نتخلص منها بقى وخلاص. نحط بقى طاسة جديدة للبطاطس، علشان انا طبعا بعد ما هقلي السمك خلاص انا مش عايزه الزيت، بس على الاقل يعني اكون ايه استخدمته حبه كويسين استفدت بيه. قليت فيه بطاطس مرتين، والمره الثالثه بقلي فيه يا سمك يا بدنجان وباي باي وخلاص على كده. هنا بقى ما تسمعيش كلام صاحبتك، احنا بنسمع الكلام يعني الصاحب بنسمع كلامه في الحاجه الصح وبس. اوعي تقلي السمك على نار الكبيره. انا بصي شايفه العين الوسط،
السمك عايز نار وسط، يتقلى معاكي كويس، يطلع محرمش، الزيت ما يتحرقش منك. كل دي حاجات بسيطه جدا لكن في الاخر بتديكي نتيجه كويسه. انا مش عايزه البيت يبقى ريحته سمك بعد كده. بصي ادي نص ليمونه مقسومه معصوره، يعني دي كده قشره بس علشان تخلي البيت ما فيهوش ريحه سمك بعد كده. السمك طبعا لازم ينزل على زيت سخن. اوعى نقلب السمك قبل ما تاخد التسويه الكامله. بصي الجمال، مش قادره اقولك الريحه والجمال والحلاوه. بصي الجمال، الزمن الجميل مفيش احسن منه. حتى حركه الليمون دي هما زمان كانوا بيعملوا كده، بيحطوا نص ليمون او يعني بيقسموا ليمونه كده ويحطوها في الطاسه على اعتبار ان البيت بعد كده ما يبقاش ريحته سمك. جبنا كده مصفى الزمن الجميل، هنطلع على المصفى. وصراحه الكباش ده ملوش دعوه بالزمن الجميل، بس هو بصراحه هيخلينا نصفي السمكه كويس، بس ده ملوش دعوه بقى بالزمن الجميل يعني. عشان ايه؟ المفروض احنا عاملين الفيديو كله على الزمن الجميل فما ندخلش فيه اي اختراعات. كانوا زمان بيصفوها بالشوكه. بصي الجمال. نعمل ايه بقى؟ نخلي السمكيه كده يا ست الكل كده، نسندها بحاجه، لو هي بتتزحلق نسندها بحاجه. المهم تخلي لي السمكيه كده. عايزه سمكيه مقرمشه وكده، سمكيه طعمها حلو جدا، لازم تخلي السمكيه كده. يلا بينا. زي ما هما الليمونتين انا مش هشيلهم حتى لو هما اتحرقوا. اهم حاجه ننطر نطره خفيفه، نصفي الزيادات من الدقيق قبل ما ننزل بالسمكيه ونكمل. وزي ما انتي شايفه كده يا ست الكل، بعد ما خدناكي للزمن الجميل مضطرين نرجع تاني ونروح نتغدى. واكل النهارده المفروض كنت اعمل طبعا الرز الصياديه اساسي، جنبه شايفه جمال السمك المقلي. وده كده بابا غنور، ان شاء الله هنزلهولك على الفيديوهات القصيره. المفروض كنت اعمل سلطه كده جرجير وطماطم، بس متابعه كتبت لي كده، هي غالبا ان هي مش مصريه، كتبت لي على فيديو مكرونه، قالت لي هو انتوا المصريين كل اكلكم بالطماطم والصلصه كده؟ انا طبعا رديت عليها وقلت لها والله ده حاجة اساسية عندنا، احنا الطماطم حاجة اساسية عندنا. والله يا ست الكل يا حبيبتي، دي لما بتغلي الستات بتلف حوالين نفسها، ودي نعمة من نعم ربنا ان احنا الحمد لله متوفرة عندنا الطماطم. فانا عملت لك الاكل النهاردة من غير طماطم. وما تزعليش ان شاء الله المرة الجاية لما اجي اعمل البازيلا هبقى اعملها لك بعصير البقدونس. لو عجبتك القناة ما تنسيش الاشتراك فيها وتفعيل الجرس علشان يوصلك منا كل جديد. شوية سمك مقلي بجد بطعم الزمن الجميل ومفيش احلى منه. وما تنسيش اللايك الحلو اللي بنستناه منك لانه بيدعم الفيديو جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.